ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد ومعانا ومعاكم على قناتنا على اليوتيوب درس اتطلب مني كتير الفترة اللي فاتت. يعني انا لسه بادئ بنزل فيديوهات معاكم بقالي يعني حوالي اسبوع او اسبوعين. بس الفيديو ده اتطلب مني من كذا شخص، يعني ان هو طالب بريستات يحطها على الصور، يعني تسهل عليه الوضع بما ان انا كنت بشتغل بالطريقة دي ونعدل الالوان من هنا. فهم شايفين ان هو في ان هو يعمل بريست ويحطه على كل الصور مرة واحدة، اللي هو يسهل عليه الوضع، يبقى اسهل يعني في الايديت واسرع. فانا عملت بريست على الصورة دي وحابين ان احنا نبدأ فيه النهاردة ونجربه نعمله ايديت مثلا على صورة واتنين، ونشوف البريست هيمشي معاهم ولا لا. طبعا البريست عشان تبقوا فاهمين كمبتدئين او حد يعني مش فاهم يعني ايه بريست، البريست ده بيبقى حاجة بتسهل عليك الصورة. بتخش، نبدأ هنا من الأول. بس هتخش هتعمل دبل لاير، تمام. هتخش على فلتر كاميرا رو فلتر، وهتخش تعدل ألوان، مثلا اكسبوجر، كونتراست، هايلايت، اللي الصورة بتاعتك محتاجاه. فطبعا البريستات دي ما بتشتغلش على كل الصور، يعني اللي هو مثلا البريست ده مثلا متوافق مع الصورة دي او متناسق معاها. ممكن صورة تانية تبقى الوان مختلفة، اكسبوجر مختلف، اضاءة مختلفة، يعني على حسب الصورة بتاعتك هيناسب معاها ولا لا. فطبعا كل واحد مثلا بيفتح الصورة ويجرب عليها. يعني احنا عندنا دوت النهاردة فتحناه على الصورة دي مناسب معاها، عشان انا يعني قعدت عملته على الصورة ديت، تمام. طبعا احنا ممكن نعدل، انت البريست دوت متيح ليك ان انت تعدل عليه. يعني انت بيفتح لك كل الاعدادات اللي انا اشتغلت عليها، وانت لو عايز تعدل بقى تغير في حاجة هتعمل كده كده، هتشوف اللي انت هيناسب معاك وهتعمله، تمام. انت بقى عايز تقلل، تفتح، تغمق، اكسبوجر، اللي انت عايزه، تمام. فاحنا هنيجي هنا هنعمل كده، هنلاقي الصورة بتاعتنا بقت بالشكل ده. هندوس اوكي. الصورة بتاعتنا اتغيرت بشكل ملحوظ. يعني كده قبل ما نحط البريست على الصورة، ده كده بعد ما نحط البريست. هنعمل دبل لاير تاني، وهنيجي هنا مثلا عند ايمج ونعمل اوتو تون، اوتو كونتراست، اوتو كولر. هنلاقي ان ده اللي هو نظام الذكاء الاصطناعي بتاع الفوتوشوب، بيشوف لك الصورة بتاعتك محتاجة ايه، او من وجهة نظره. يعني طبعا هو مبيشتغلش 100% يعني، بس يعني بيساعد معاك على حد الى حد ما، يعني في معظم الاوقات. فده كده علالي الكونتراست بتاع الصورة. كان هنا بصوا الالوان باهتة شوية، مثلا اللي هو فاتحة مع الوش برضو اللي هو مش قوي، فهو على لك كونتراست ورفع ظبط لك الالوان بتاعتك. طبعا انت مش حابه، حابب الايديت ده كده تمام، مش حابه هتشتغل شبه ما انا بقول لك كده. في برضو التون بتاع الالوان اللي احنا بنشتغل بيه دوت، ممكن نضيفه على الصورة. انا برضو اضيفه على الصورة دي، عامله على للصورة دي برضو. فكده ده منظر الصورة بعد ما خلصت. يعتبر هنيجي نعمل دمج لللاير دول مع بعض، وهنقفلهم ونشوف دي صورتنا قبل ما نشتغل عليها. احنا يعتبر الصورة ما اخدتش مننا 5 دقايق. فالناس بتحب البريستات في كده ان هو بيسهل عليهم الوضع يعني بينجز معاهم في الوقت، تمام. طبعا دي الصورة قبل ما نعمل فيها اي حاجة، ودي كده بعد ما عملنا البريست والالوان وشوية الحاجات اللي احنا عملناها، تمام. طبعا ده كده يعتبر هي الصورة مش محتاجة حاجة تاني، هي كاملة، تمام.
يعني هي الصورة نفسها مش محتاجة اي حاجة. فاحنا هنيجي نفتح الصورة دي، ونيجي هنا نعمل دبل لاير، وهنيجي عند فلتر كاميرا رو فلتر. هنعيد الخطوات من الاول تاني عشان اللي ما تابعش معانا من الاول برضو يبقى فاهم احنا بنعمل ايه. هنيجي هنا عند التلات شرط دول اللي في الجنب، وهنعمل لود سيتنج، وهنعمل ابلاي للبريست على الصورة بتاعتنا. تمام. طبعا انت قعدت اشتغلت على البريست على الصورة، وعملت كل اللي انت عايزه هنا. تمام. عجبك البريست دوت مش عارف تحفظه، هتيجي هنا على التلات خطوات، على التلات نقط دول، وهتدوس على سيف سيتنج. طبعا هتدوس سيف هنا، وهيجيب لك مكان تحفظه فيه، عشان لما تيجي بعد كده تحتاجه هتخش هتعمل لود وتختاره، هينزل معاك بالشكل دوت على طول. تمام. احنا الصورة دي بتاعتنا ضفنا عليها البريست بتاعنا، ممكن نغمق شوية، 15 كويس، او 20 كويس. تمام. هنيجي ندوس اوكي. طبعا انا مش بعمل اديت على الصورة يعني بنسبة كبيرة، يعني نسبة 100%. احنا بنعمل بريست وازاي تطبقها على الصورة بتاعتك، وتسهيل للوضع وتسريع لإنجاز ليك يعني. تمام. ده كده ضفنا البريست على الصورة، ده قبل ما نضيف البريست، ده بعد ما نضيف البريست. هنعمل كده التون اللي احنا كنا عاملينه بتاع الألوان، ممكن نقلله شوية. برضو البريست ممكن نخشه هنا نقلله شوية، نخليه 80، ونيجي هنا نخليه برضو 80. تمام. هنعمل دمج الاتنين مع بعض، هنقفل كده نشوفه قبل وكده بعد. طبعا محتاج ان انت بقى تظبط حاجات كتير في الصورة بتاعتك. هنعمل دمج كده اهوت، ده لو هتعمل اديت كامل بقى، بس احنا بنتكلم على البريست بس النهاردة. تمام. بس مثلا يعني انت هتبدأ تشتغل في الصورة ديت، هتعمل كده اهوت الحتة اللي تحت الأرضية، وهتغمقها. يعني هنا هنعمل ريسيت، ده كده أول حاجة هيفتحها لنا كل حاجة على الزيرو. هنحتاج نشوف الصورة محتاجة ايه مننا ونعمله. هنعلي كونتراست شوية، اكسبوجر، هايلايت، هيغمق معانا برضو. تمام. شادو هنقلله، هيغمق معانا عشان نبين الأرضية. ده الوايت ممكن نغمقه شوية، نخليه 30. ده بلاك، عايزين نغمق عايزين نفتح، على حسب ما احنا عايزين. تمام. تكتشر، تفاصيل، هنعلي الشرب شوية وندوس اوكي. هنلاقي ان الحتة اللي تحت الأرضية بقت غامقة معانا شوية، عايزين نلغي الرجليها دي من هنا. هنعمل تحديد، احنا عملنا ماسك. تمام. هنعمل تحديد للرجل مثلا، والكرسي او العلامة اللي هي سند عليها دي كده مثلا يعني. تمام. عشان ما ناخدش وقت كتير من الفيديو، هنيجي نقف هنا، ندوس على اللون اللي هو اللي في الصورة هنا، وهندوس ديليت من الكيبورد. هنلاقي ان احنا كده فصلنا اللون ده عن اللون اللي احنا التغميق اللي احنا عملناه. كده الرجل ما اتأثرتش بحاجة، بقى اللون هو هو. تمام. طبعا انا مش عامل يعني بدرجة 100%، اللي هو التحديد ما كانش قوي. ف كده اظن انتوا عرفتوا احنا هنعمله ايه، وتعرفوا تشتغلوا على الصورة ازاي. تمام. ممكن برضو نيجي هنا لو شايفين ان عايزين نغير اللون ده، هنعكس بقى
هنيجي يعني التون او البريست اثر على البشرة بتاعتنا، هنشيله خالص، هنمسحه. بص احنا كده هنا دوسنا هنا وعكسنا اللون بتاع الماسك، وبدأنا ندوس نمسح. هنا بدأ ان هو ايه، في نقطة سودا كده ان احنا مسحنا الوش. تمام. هتبدأ بقى محتاج ان انت تغير على الصورة بتاعتك الوان الوش او البشرة كاملة. هتدوس دبل لاير وهتعمل اللي انت عايزه مناسب مع البشرة. هنركز مع البشرة بس ملناش دعوة بالباك جراوند بتاع الصورة. تمام. هنيجي هنا هنفتح شوية. تمام. برضه هنغمق الريد شوية وهنقلل هنا حاجة بسيطة، أو نزوده حاجة بسيطة. هنيجي هنا لو اللون محمر معانا شوية هنميله على الأورنج لون البشرة. هنا نفس الكلام كده. اللون بتاع البشرة اختلف شوية، فاحنا هنعمل ماسك وهنعمل كنترول اي عشان نعكس الماسك، وهنيجي هنا على اللون الأبيض وهنشغل الماسك على البشرة بس. والعظيم معايا ان اللون اتغير صح. تمام كده احنا ما عملناش اي حاجة في الخلفية وظبطنا لون البشرة فقط. طبعا بقى هتبدأ تشتغل على الصورة بتاعتك عادي جدا زي اي حد بيشتغل على الصورة بتاعته، وتمام جدا. وبكده عشان ما اطولش عليكم يبقى خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. سلام، اشوفكم الفيديو الجاي.